ايه السر اللي بيخلي الزمن يجري من غير ما نحس؟ كلنا بنقول نفس الجملة: ازاي الوقت بيعدي كده؟ امبارح كان عيد والنهاردة سنة جديدة. بس هل الزمن فعلا بيجري ولا احساسنا هو اللي اتغير؟ الحكاية علمية ونفسية. العلم بيقول ان احساسنا بالوقت بيبطأ واحنا اطفال وبيجري كل ما بنكبر. طب ليه؟ السبب: رقم واحد، أول مرة بيساوي ذاكرة قوية بتساوي زمن طويل. لما كنت صغير ورحت المدرسة لأول مرة اليوم كان طويل ومليان تفاصيل. أما دلوقتي 90% من الأيام شبه بعضها، بتساوي دماغك مش مهتم يحفظ التفاصيل، بيساوي اليوم بيعدي كأنه دقيقة. رقم اتنين، المسؤوليات بتضغط على دماغك. كل ما تكبر دماغك بيشتغل بالحسابات والتحليلات والتفكير في المستقبل، فما بيبقاش فاضي دماغك يحس باللحظة نفسها. الوقت يجري وانت مش واخد بالك. رقم تلاتة، الروتين بيقتل الإحساس بالزمن. الدماغ بيسجل الوقت من خلال الأحداث الجديدة، فلما حياتك بقيت نسخ ولزق كل يوم، دماغك يبطل يسجل والزمن بيختفي. وعايزة اقول لكم ان الوقت مش اللي بيجري، احنا اللي بطلنا نعيش كل لحظة وكأنها اول مرة. لو رجعت تعيش بتفاصيل تجربة حاجات جديدة وتخرج من تكرار كل يوم، هتحس بالزمن من تاني. وفي النهاية قبل ما تقول الوقت بيجري، اسأل نفسك: هو الزمن اللي بيجري ولا انا اللي ثابت في مكاني؟ لو نفسك تحس بالحياة وهي بتعدي مش بتطير، ابدأ النهاردة بكسر روتين واحد بس من يومك، وشوف الوقت هيجري ولا هيطير، واحساسك هيكون ايه. قولي رأيكم. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.